السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ومتابعين صبري والي من كل مكان، جزاكم الله خيرا. بفضل الله النهاردة انتهينا من برجين حمام. عدد الفخار بتاع البرج الواحد تقريبا يعني 1900 فخارة. تمام. البرجين دول في محافظة المنيا. اللهم بارك. طبعا احنا النهارده وقت الغروب، وقت الشمس، يعني اللي احنا المغرب، وقت غروب الشمس احنا المغرب، وانتهينا بفضل الله ومروحين دلوقتي بفضل الله عز وجل. دعواتكم لنا ان شاء الله نوصلهم بالسلامة. تمام. ان شاء الله البرجين دول يشيلوا معاك لحد 1000 جوز حمام. البرجين لا يعدي 1000 جوز حمام، يشيلوا حوالي 1500 جوز حمام البرجين. تمام. القاعدة بتاعتهم من تحت 3.5 في 3.5. طبعا هنا زي ما بنقول دايما بتبني القاعدة اللي هي تحت بالطوب بارتفاع 1.5 متر. من تحت طبعا بتطلع على طوبتين، وبتطلع فوق بقى قاعدة كده على طوبة كاملة اهي، بتبقى باينة معانا اهي طوبة كاملة، وفي تحت على طوبتين عشان ما تريحش. تمام. طبعا مش عارف بقى النور هيبين معاكم ولا لا، لان احنا في وقت مغربية. ده حضانة في البداية، حضانة صغيرة كده عشان الحمام اللي هتجيبه في البداية يبقى ايه، لما تحطه متعود على يخش هنا لحد ما يتعلم الطيران ويطلع فوق. طبعا البرج ضلمه مش هتشوفوا حاجه من الداخل لان احنا الوقت مغربيه، بس طبعا واضح معاكم الشغل اللي متحبك وكويس ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك. طبعا برضه في ميزه يا جماعه، البرجين طبعا بيبقوا مربوطين ببعض بالخشب زي ما انتم شايفين من فوق خالص من العالي، بيبقوا مربوطين ببعض اهم. طبعا هم زي اللي ماسكين بعض، خشب ماسك من البرج ده للبرج ده. طبعا بنذكر بالرفارف تكترها دايما من فوق، تكتر الرفارف من فوق من العالي. نبعد بعيد بس شويه عشان تبان معاكم اهو. الرفارف اللي هي الفوق خالص ديت دايما بتكترها عشان الحمام دايما بيلعب عليها من فوق وتكسر عليها. تمام. ما شاء الله تبارك الله. الهادي الشغل ورسومات خفيفه، مش مكتر له يعني الفتحات زياده عن اللزوم. تمام. طبعا هنا الاراضي طبعا هو معمول في الصحراء زي ما انتم شايفين، في وسط الزراعه في المنيا، ارض بتزرع غله وبتزرع قمح يعني، وجنب منه ميه اهو حوض سمك. تمام. يعني بفضل الله هيشرب من هنا برضو الحمام. وطبعا بفضل الله جاله حمام بري، يعني اثناء الشغل جاله حمام بري بفضل الله وسكن فيه. تمام. طبعا زي ما قلت البرج ده الشويه دول هيتركبوا سيراميك. حضرتك اللي هتركبهم بعد ما تخلص، دول هيتركبوا سيراميك عشان لا فر ولا تعبان ولا برص ولا حاجه تعرف تطلع على البرج وتخش للفتحات اللي هي في الاول. تمام. طبعا وزي ما قلت قبل كده صاحب الشغل اللي هو الزبون على انا ما بنيجي بتبني لي القاعده ديت، بتكلمني بنديك المواصفات بتاعتها، بتبني القاعده ديت. تمام. تبنيها، وبعد ما تبنيها بتجهز لي الترابه اللي انتوا عارفينها ديت، الترابه اللي هي السمراء، اللي في ناس بتقول عليها راتش، وفي ناس بتقول عليها شرب، وفي ناس بتقول عليها طرا، وفي ناس ماشي. بتجهز لي الترابه ماشي، وبتجهز لي تبني القمح. تمام. والخشب العروق اللي انت شايفها اللي هي مربوطه ديت في البرج من فوق، والخشب الداخلي اللي هو الخشب الرفرف دول، كل الحاجات ديت انا بنمليها لك، وبتقول لي المواصفات بتاعتها قبل ما بنيجي. طبعا فتحه الباب ده دايما عرضها 90 سم او متر بارتفاع 1.5 متر. تمام. يفضل ان انت لو برجين سواء سبتوه بينهم وبين بعض متر او 1.5 متر، او تلزقهم في بعض وهم بيطلعوا بينفصلوا من فوق زي ما انت شايف كده، بيبعدوا عن بعض عشان يتربطوا بالخشب. تمام. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك. ان شاء الله هتستنوني ان شاء الله على اول شهر 4 الجاي باذن الله هننزل لهم الحمام، وهنصوروا تاني فيديو ليهم مع نزول الحمام باذن الله رب العالمين. طبعا مع حضراتكم صبري والي، مصمم ابراج ومزارع الحمام بالفخار. بفضل الله بنشتغل في كل المحافظات، في كل محافظات مصر. انا النهارده في المنيا بفضل الله، وعندي شغل في الواحات البحريه، وعندي شغل بنروح الاسماعيليه والشرقيه والسلوم وبراني اسوان والاقصر وجنة وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف والجيزه، كل خط الصعيد بفضل الله بناخد الشغل فيه. وبرضه بناخد شغل في الاسماعيليه والشرقيه ومطروح وسيوه والسلوم وبراني
بفضل الله معانا شغل فيهم، بناخده فيهم شغل يعني، بناخد شغل في كل المحافظات. طبعا ما تنسوش تتابعونا على القناه بتاعتنا على اليوتيوب باسم صبري والي. برضو في حاجات هتستفاد منها، وفي عنابر برضو حمام فرنساوي لاحم هتشوفوها، ونزلتها قبل كده والحمام موجود فيها، هتشوفوها معانا باذن الله. تمام، منزلها قبل كده. وفي برضو تحصينات بتحتاج الحمام بنجيبه لك في اوقات معينه، حمام متحصن بفضل الله. اي نوع حمام، بلدي، بري، زاجل، كريزلي، روماني، بفضل الله بنجيبه. الناس اللي بتسالني على حمام فرنساوي لاحم، انا ما عنديش حاليا حمام فرنساوي لاحم، بس ممكن ندلك يعني على ناس تجيب لك حمام فرنساوي لاحم. تمام، لان الحمام الفرنساوي لاحم انا يعني ما بنضمنوش قد كده صراحه، عشان نبقى واضح يعني ما بنضمنوش قد كده، ماشي. فممكن ندلك على حد يجيب لك فرنساوي لاحم. طبعا رقم التليفون التواصل على الواتساب 01000 739 728، والارقام الثانيه برضو اللي منها مكالمات 012 74 71 65 99 031 858 30 31، ماشي. 012 74 71 65 99. دايما الارقام بتاعتي بتبقى مكتوبه على البوست كده من تحت. دعواتكم بفضل الله من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه، مع شغل ابراج ومزارع الحمام بالفخار. حضرتك عاوز فخار بس تشتغله بايدك مفيش مشكله، برضو تواصل معايا اللي انت عايزه. محتاج برضو اي حاجه، اي استفسار عن اي حاجه اتصل، مش هنبخل عليك برضو، مفيش اي مشكله. طبعا دعواتكم لينا ان شاء الله نوصل بالسلامه، وربنا يهيئ الامر خير. دعواتكم في حفظ الله مع صبري والي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.